وبنشوف بعديها لقطه كده المحاربين تالوكان، الشعب اللي قتل امها، واول تقديم ليهم هم ونيمور كان في واكاندا فوريفر. ودول بيبقوا شعب عايش تحت البحر وعنده نسخه من عشبه القلب من مئات السنين اللي غيرت في الجينات بتاعتهم وخلتهم يقدروا يعيشوا تحت الميه، ومن وقتها وهم تحت قياده نيمور اللي بيقدر يتنفس جوه وبره الميه. وبنشوف كمان نامورا واحده من المحاربين المقربين لنيمور، وبعدها الكاميرا بتلف على باقي شعب تالوكان وبتثبت في الاخر على نيمور نفسه. ملحوظتين مهمين هنا بقى قوي، اولا واضح ان هم راكبين طياره، وثانيا شكلهم كانهم بيبصوا على مدينه، وانا في اعتقادي ان المدينه دي هي واكاندا. لاحظ معايا ان في واكاندا فوريفر شعب تالوكان ما كانش عندهم اي تكنولوجيا طيران وكانوا بيتنقلوا تحت الميه بس. الفيلم انتهى بهدنه بين نيمور وواكاندا، بس نيمور لمح بوضوح انه مستني الوقت اللي السطح هيهاجم فيه، ساعتها نيمور مش هيسمي عليهم. وواحد من اسباب فوز واكاندا في المعركه الاخيره كان السلاح الجوي. تالوكان ما كانش عندها طيران، فممكن نيمور قضى السنين اللي فاتت دي كلها وهو بيطور مركبات